السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وحشتوني جدا جدا. تعالوا النهارده نعمله وصفة جديدة وان شاء الله تعجبكم. رح نعمله طاجن السعادة. نعمله كيك في الطواجن، ما شاء الله عليها، طعمها وريحتها تحفة. وزي ما انتم شايفين محضرين كل المكونات بتاعة الكيكة. محضرين الطواجن بتاعتنا ما شاء الله، سموا بسم الله. معانا كوباية سكر، معانا 3/4 من الزيت، معانا بيضتين، معانا كاكاو، كيس تانجو بالبرتقال، كيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر. مكونات الكيكة دي يا جماعة راح نعملوها في الطواجن. كملي الفيديو للآخر وانت هتتبسطي منيها جدا، سهلة وبسيطة وطعم وريحة تحفة. يلا نشوف الطريقة. يلا ندخلوا على طول في الطريقة بتاعتنا. حطينا بيضتين في الخلاط، كل حاجة نحطها كده. كوباية السكر، معانا 3/4 من الزيت. لو حابة انت تحطي نص كوباية زيت وتحطي معلقة سمنة، حطي براحتك انت. حطينا كيسين فانيليا. طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك، انا بقالي فترة طويلة قوي ما نزلتش في القناة. تنسوش اللايك وتنسوش الاشتراك عشان القناة هابطة خالص. احط نص كوباية الزيت او 3/4 من الزيت، وحطيت الكاكاو ضربته كله في الخلاط مع الكاكاو. وعايزة تخليها اغمق من كده، خليها براحتك انت في الغمقان. من تحط لها كاكاو كتير، كل ما تحط لها كل ما تبقى غامقة معاكي. نحط كوبايتين من الدقيق. انا طبعا الدقيق بتاعي نخلاه حلو زي ما انتم شايفين. حسب الكمية اللي بتعمليها في الكيك يا جماعة. طبعا انا دول كوبايتين بس، عشان خاطر الكوباية صغيرة كانوا فاضل يطلع 3 معالق من الدقيق. حطيت كيس بيكنج باودر. اضرب كل حاجة زي ما انتم شايفين في المضرب. ما شاء الله تبارك الله، طعمها جميل جدا جدا، هتعجبكم بجد. الخليط بتاعنا جميل جدا وتحفة بجد. طبعا هي غامقة بس عشان خاطر الكاميرا مفتحاها شوية. طبعا انا هجيب الطواجن بتاعتي وامسحها بمعلقة زيت زي ما انتم شايفين. حسب الافراد بتاعت العيلة بتاعتك، ممكن تعملي 5 تعملي 3 براحتك انتي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا مش هنملوها كتير، يا دوبك ربعها نخلوه. يعني نملوا 3/4 من الطواجن، والربع التاني عشان منها تدخل الفرن راح تنفش معانا. زي ما انتم شايفين انا سايبه ربعها يا جماعه، جميله جدا وتحفه. باخدها على طول، انا مسخنه للفرن واحطها في الفرن تستوى. ارجع لكم تاني. واستوت معانا الكيكه، ريحتها جميله جدا ما شاء الله عليها. وقبل ما اطلعها من الفرن غرست فيها شوكه وطلعت مستويه من وسطاني وجميله جدا. ويلا بينا نعمله صوص الشوكولاته. معانا مكونات صوص الشوكولاته، مكونات سهلة جدا وراح تعجبكم. طبعا الكيك ده يا جماعة جميل جدا جدا، واحنا طبعا عيالنا في المدارس لما تيجي تحط لهم طاجن ياكلوه ما شاء الله بألف هنا. مكوناتنا نقولوا عليها: معانا كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، وكوباية كاكاو، وحسب الكمية اللي تعمليها. طبعا راح اضرب كل ده في الخلاط عشان يتخلط زي ما انتم شايفين. تعالوا نحط كل المكونات بتاعتنا. انا كنت بصور بايد واحده يا جماعه، حطيت كل المكونات في بعضها وراح اضربها. بس المفروض الزيت يتحط تحط كوبايه اللبن والسكر والكاكاو، والزيت ده تحطيه سرسوب سرسوب كده ينزل على الخلاط عشان يدخل معانا. بس عشان كنت بصور بايد واحده حطيت كل حاجه مع بعضها، طلعت جميله وتحفه وتخين معانا وما شاء الله عليها. نخرموها كده ونفتحوها بالشوكه عشان لما نيجي نكبه صوص الشوكولاته تشرب على طول. ما شاء الله جميلة جدا وريحتها جميلة يا جماعة.
زي ما انتوا شايفين. لو حابة تحطيها في طبق حطيها براحتك انت. تحفة بجد، ريحتها وطعمها خطير. مغرم الأطفال طبعا. الشوكولاتة، أي حاجة فيها شوكولاتة بيحبوها الأطفال، واحنا في وقت مدارس دلوقتي. مفيدة جدا وجميلة وما تاخدش معاكي وقت خالص. طبعا هي راح تشرب الصوص بتاعنا. الطبق اللي انتوا شايفينه ده محجوز من بنتي، شاورت لي عليه عشان كله زي ما انتوا شايفين كده، كله صوص ما شاء الله. جميلة جدا وتحفة بجد يا جماعة. طواجن جميلة، طاجن السعادة بجد ما خدش معايا وقت خالص. حاجة جميلة جدا وجربيها. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لنا لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. الطريقة سهلة خالص زي طريقة الكيكة بالظبط يا جماعة، بس الفرق احنا بنحطه في الطواجن، بنعمله صنف جديد وشكل جديد عشان أولادنا يحبوه. وانتوا عارفين طبعا أي حاجة بالشوكولاتة زي ما قلت لكم بتبقى مغرم الأطفال. لو حابة تحط في علبة وتديهولهم في المدرسة بشوكة كده ولا معلقة بلاستيك ياكلوها بألف هنا. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين، يعني حسب اختيارك. حابة تحطيها في علبة كمان وتسيبيها لغاية ما يجوا من الدرس ياكلوها بألف هنا. ويا رب يكون عجبتكم وصفتنا، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.